دي كانت حياتك. معلش يا جدعان والله بصور الساعة 2:30 فاهم، الساعة 2:30 بالليل كنت نزلت كده يا جدعان ستوري على الانستا بقول اللي هو اللي عايز اقيم المكتب بتاعه يبعت لي المكتب بتاعه واقول لك نتيجتك من مكتبك. طبعا الفكرة محروقة ومعمولة قبل كده عشان ما حدش يجي يقول لي يا اسطى انت بتسرق افكار. انا عارف يا اسطى، انا عارف ان انا بسرق افكار. ما تعملش بقى، ما تعملش ايه، ما تنساش تعمل بقى الفولو الانستا فاهم، عشان ما يفوتكش حاجات مهمة. هتقول هيفوتني ايه؟ ما اعرفش الصراحه، مش هيفوتك حاجه مهمه بس كلهم بيقولوا كده، فخش اعمل فولو انستا اصلا. وطبعا فولو اليوتيوب اللي انت بتتفرج من عليه. بسم الله نبدا. اول واحد معانا واحد اسمه عمر اشرف، معلق بقى مخططات وحاطط تقريبا 47 كتاب اللي هو حلهم ولا ايه. طب يا اسطى انت حاططها لي في هديه ليه؟ طب ما انت كاتبها يا ابويا. يا ترى جبت كام؟ يا ترى يا جدعان عمر اشرف جاب كام يا جدعان؟ يا ترى عمر اشرف جاب كام؟ 95.4 حبيبي يا عمر، الراجل المحترم اللي حل 47 كتاب اللي بسببه بيتشتم لحد دلوقتي. ما علينا، مش هتشتم لوحدي عشان ما تشتمش لوحدي. دي كانت حياتك. رصة مهرجلة للكتب. أسامة النجار حقيبة الأوائل في اللغة العربية. يبقى هي جابت درجة عالية في العربي أو هي قفلت شامل عربي، فهي غالبا هتكون جايبة مجموع، فهي غالبا هتكون جايبة في رينج ال 94%. رصة مهرجلة. أي حد بيرص رصة مهرجلة من الهرجلة يا جدعان بيجيب مجموع، مش عارف ليه. أي حد مهرجل بيجيب مجموع. واحد هيخش دلوقتي يقول لي انا مهرجل وما جبتش مجموع، عادي اصلا مش قاعده. فانا بقول 94%. اللي بعد رصه كتب كده منظمه حبه، حاطه ستيكي نوتس بس مش كتيره، فمش هنكتر، مش هنمشي بنفس المبدا. منبه لذيذ، تنظيم نضيف، حاسس يعني بجو لطيف في الحوار. فانا ممكن اقول مجموع، ممكن اقول مثلا 89% او حاجه في الرينج ده. الحمد لله 306 95.6 الأولى على المدرسة. انا اسف عموما، الف مبروك، الف مبروك. طب لو سمحت بقى شيلي البتاع ده، الحاجات اللي انت معلقاها دي، عشان اي حد بيحطها ما بيجيبش مجموع. مش قاعده يا جدعان، انا بهزر. اللي بعد بص هقول لك حاجه. دي تنظيمه بعد ما جابت مجموع. التنظيمه الاوفر قوي دي والالوان مع اللي هي اسمها ايه دي، الاقلام اسود وازرق ومش عارف ايه، بتعد عدد الاقلام اللي هي استخدمتها طول السنه ومش عارف ايه. ده كده فاهم، بتعد كده بتنظم عشان تصور الصوره اللي انا جبت مجموع. فدي جابت مجموع، هنقول 94 او حاجه في الرينج ده، 94 يعني. 93 و44 يا عم مش هكدب عليك. بص اصل الناس اللي هي بتصور حاجه منظمه قوي دي غالبا دي جابت مجموع يعني، او اللي هي فرحانه بمجموعه فهي بتصور. اللي بعد يا محترم، ده محترم. البؤس والاكتئاب والجدول الدوري. طب ايه يا محترم ده؟ اقول لي انت جايب حاجه و80 مثلا؟ استنى كده، فين الفيديو يا ملك؟ طالما بعت فين الفيديو يا ملك، هو مستعجل على الفيديو، يبقى هو جاب مجموع. من غير ما افكر هنضرب نفس الرينج 94 ونص، يلا ودي 95 و7. طالما قال لي فين الفيديو يبقى هو جاب مجموع. اخويا اسلام يا عم. اللي بعد المحترم كان قاعد قاعده رايقه جدا، التابلت، كرسي مريح، هو الكرسي البلاستيك بس هو حاطط له مخدتين عشان طبعا القعده عليه زباله جدا بجد. للاسف معلق الجدول الدوري وراه او ملخص الكيمياء وراه. للاسف ده هيقلل الريت بتاعك للاسف يا اسطى. فانا هقول فيا محترم، عشان انت معلق الجدول الدوري وانا قلت لك المبدأ واحد، ما تعلقش حاجات على الحيطه، هديك ريت 89% او في الرينج ده. 84 و84 يا اسطى، وانت مجموعك مثالي جدا. 84 و84. اخويا روماني رأفت. اللي بعد اخويا محمود مجدي، جبتهم في شوال بقى عشان ابيعهم لبتاع الطعميه، زائد بذاكر في اي حته. بيذاكر في اي حته، ده دليل انه راجل مجتهد، راجل بيجري ورا العلم. بس ايه يا اسطى اللمه الزباله دي يا اسطى؟ انت كنت هتبيعهم لبتاع الطعميه بجد مش يفرق؟ في ايه تاني؟
ايه يا عم ده قصب ده ولا ايه يا ابويا؟ ده ولا ماتشا ولا ايه ده يا ابويا؟ طب يا اسطى عشان انت لميتهم في شوال، فانا حاسس انك ما جبتش مجموع، فانا هقول مثلا حاجه و80. 307 ونص 96%. امال لميهم في شوال ليه يا اسطى؟ كان ممكن اجيب احسن من كده وليا درجات كمان، بس الحمد لله. انت عايز ايه؟ يعني انت لميهم في شوال ليه؟ طيب يعني انت لميهم في شوال ليه دلوقتي؟ هل دي كانت حياتك؟ دي معلقه اهي، معلقه الجداول ومروحه وسماعات وكرسي احمر على الجنب. هي كاتبه عامه مستحيل تتوقع صح، فهي طالما كتبت عامه مستحيل تتوقع صح، ده لان اي حد بيعلق حاجات على الحيطه كتير ده غالبا ما بيجيبش مجموع. هتقول لي ليه؟ اقول لك ما اعرفش، بس دي عشان الغالبيه كده، بس دي مش قاعده ثابته. فعامه هتوقع 95 او حاجه في الرينج ده، طالما قالت لي عامه مستحيل تتوقع صح. عيب عليك، عيب عليك والله. اللي بعده محمود ايمن. اخويا ياخدها يا عم. ايه يا عم التنظيم ده يا عم؟ ده تنظيم واحد جاب مجموع بعد ما خلص السنه وش، والوان ومنظم الازرق والاخضر جنب بعض والاحمر. لا يا عم انا اقول 93 94 77. انت حطيت على مبدأ انا قلته من 5 دقايق بالظبط، انت حطيت عليه. حبيبي يا حوده والله، حبيبي يا حوده والله. اللي بعده زينب محمد. بسم الله. الكثير من القلوب. ايوه هي البتاع اللي هتفكرني بالكتب دي كلها. بتتصور بالدواء، ده دليل على كثرة المذاكرة، مش بتريق. السنة طلعت بتخلص فعلا، الفرحة كتاب التفوق. أشم رائحة افرح بحلمك يا فتى، قد صرت هناك يا فتى. مش عارف، أنا آسف. فبقول 93 94 حاجة في الرينج ده يعني، بس أنا حاسس إنها عملت حاجة، فاهم؟ القلوب دي والسنة طلعت بتخلص بجد. 92 81. الحق صيدله؟ ان شاء الله تلحق الصيدله حسب توقعاتي للتنسيق. هل دي كانت حياتك؟ اتفضل يا محترم، دي ليله امتحان التطبيقيه. لا ده انت راصص الرصه، يعني شايف راصص الرصه ليله الامتحان. ليله امتحان التطبيقيه ده اخر امتحان تقريبا. لا الراجل يا عم باين عليه النور، باين عليه، فاهم؟ بجد حاسك راجل مجتهد وفرحان وعامل اللي عليك، فانا هقول لي انت جايب مجموع وش يعني وراصص الرصه. فانا اقول للراجل المحترم ده انك جايب مجموع. اخونا سامي، انا اقول ان انت جايب، انت ايه انا مش عارف. هو قللت امتحان التطبيقيه يبقى علم رياضه، هنقلل المجموع سنه فنقول مثلا 91 حاجه في الرينج ده، يلحق هندسه ان شاء الله. مجموع 93 75. الف مبروك يا ابويا دفعه 26. لقينا الراجل المحترم ده اسمه ايه؟ مش حاطط اسمه، بس هو الراجل المحترم ده يا ملك. ايباد ده ولا ايه يا ملك؟ ده ايباد. شايف يا اسطى الهرجله بتاعت المكتب دي؟ حاسس ان الراجل ده ربنا وفقه جاب مجموع. هي الهرجله دي. تابلتين شغال ده تابلت ولاب. تمام يا عم، تابلت ولاب وايباد. يا عم ولع معاك، يا عم ولع معاك بقى، ما شاء الله يا عم. والكتب ورصص الكتب على الارض، فاهم؟ ده حاسه مطحون. ده اللي لقيته. ازهر. انا مش عارف بجد مجاميع ازهر بتلعب في كام، بس انا حاسس يعني ان الراجل ده جاب مجموع مثلا هنقول 94 95 في نفس الرينج، يعني الناس اللي جابت مجموع 96 ونص قبل التظلم 97. ايه ده انتوا بتاخدوا درجات في التظلم ولا عشان انتوا ازهر؟ هو ايه يا جدعان، هو الكل جايب مجموع عندي ولا ايه؟ اخونا امير مجدي. توقع يا ريس، تعالى يا ابوي. تنظيم، الراجل متنظم. ايه معاه ماك بوك، فاهم؟ معاه ماك بوك والكرسي مظبوط، قاعده رايقه، شايم ريحه تكييف في الاوضه عامه يعني. ومعطر جو، شايم ريحه معطر جو بريحه الخوخ، والتكييف شغال على اعلى درجه. اخويا حاسس ان الراجل ده كان مرتاح وهو بيذاكر، فاهم؟ هو الراحه، مش كرسي خشب قاعد عليه. حاسس ان الراجل ده، انا مش عارف هو علم رياضه ولا علم علوم، بس انا حاسس ان هو جاب مجموع عموما، فهنلعب في رينج ال 95. حاسس ان هو جاب مجموع مرتاح. 97 و8 من 10. هو الرقم ده بيتجاب يعني؟ اخويا يا عم والله حبيبي، الف مبروك يا ابني، الف مبروك. هي الارقام دي بتتجاب حبايبي يا جدعان. والله العظيم يا جدع. طب نعمل ايه طيب؟ اللي بعده اخونا اشرف محمد. تعالى يا محترم.
ده عامل ملخص للعضويه. انا كنت برشح ان انت تعمل ملخص للعضويه بايدك، ما تعلقوش على الحيطه وتذاكره. الراجل ده محترم، الراجل ده من قبل ما اكمل باقي الصور محترم وجاب مجموع طالما عامله بايده. مراجعه النحو كاملا بتاع مستر محمد صلاح، نص مليون في 13 ساعه. يا عم ماشي يا عم. وهاري الكتاب حل. ما بحسدكش يا محترم، بس ده دليل يعني ان انت كنت مجتهد. اخويا يا ابويا والله. الراجل ده برضو وش جاب مجموع، فهلعب في رينج الامان 95%. يلا يا عم 97.3 من 100. يا جدعان ما الناس اللي بتذاكر بتجيب مجموعه اللي بعده. سندس، ماشي سندس تمام. نشوف المكتب. هي كاتبه ما تتهورش، فانا مش هتهور. ايه ده؟ ايه الهرم ده يا جدعان؟ ده ايه الهرم ده؟ هقول لك ان ترتيبة طبعا واحد خلص السنه وجاب مجموع، بس هي قالت لي ما تتهورش، فانا مش هتهور جامد. ونضاره يعني وملخصات وكاتبه على الحيطه ومعلقه ورق. ايه ده؟ انا حاسس بجد بالمجهود اللي اتبذل، وباين على الكتب يعني متفرتكه مذاكره فاهم، وفي علامات هنا ما بين الكتب. فهقول 92 او 91 حاجه في الرينج ده. 90. يا جدعان اللي عايز يعرف هيتجوز امتى يكتب لي في التعليقات. اللي بعده. يتم منافسة كريم سامي على لقب أعبط مدرس عموما. يبقى أكيد دخل صيدلة. تمام. طالما دخل صيدلة فهيلعب في رينج ال 90 مثلا أو حاجة. لا استنى، هو التنسيق ما بانش. تقريبا دخل خاص. عموما والله ما فتحت الرسالة، بس ده عموما. ايه يا ابويا ده يا ابويا؟ ايه يا اسطى فين يا اسطى الكتب يا اسطى؟ ايه يا اسطى السلوك دي؟ انا هعتمد على الرساله اللي انت كاتبها. فانت دخلت الصيدله، فانت داخلها خاص عشان التنسيق لسه ما بانش. فيا محترم انت جبت في رينج ال 87 حاجه في الرينج ده، 83 ونص، ودخلت صيدله خاصه. يا اخي عيب عليك. اخونا عمرو احمد، تعالى معاك يا عم. تحب ابعت دلوقتي؟ وبعد دلوقتي ابعت يا ابويا. ايه يا ابويا الكتب دي يا ابويا؟ لا استنى، هات لي كده في دروع فوق. في دروع فوق يبقى مقفل شوامل او جايب درجات كويسه. عموما في دروع فوق وما حلش كتب كتير. عامه قدوه، انا ما حلتش كتب كتير وما برشحش ان انت تحل كتب كتير طالما بتحل كويس. عامه آلة يبقى اكيد هو علم رياضه. تمام. ايه ده؟ ايه يا ابويا ده؟ انت خدت موسوعه جينيس ده ولا ايه يا ابويا؟ وطالما الراجل فرحان وبيبعت تحب ابعت دلوقتي، فاكيد جاب مجموع برضه. ده يأيد النظريه. فانا هقول عشان حاسه علم رياضه فانا هقلل المجموع شويه، فهقول 94 96 وربع. يبقى لو شفت الفيديو ده يا اسطى قول لي انت كده علم علوم ولا علم رياضه، ولا اقول لك ايه؟ شفت ايه؟ هخش ابعت لك دلوقتي. اللي بعده اسر خالد، تعالى يا اسر. تم التغطيه. ايه يا ابويا الكتب دي يا ابويا؟ لا الكتب باين الصراحه يا عم ما شاء الله، بس الكتب باين عليها متذاكر فيها فاهم. طالما الكتب متهربده كده. في ناس يا جدعان لما بتطلع تصيح بتبين لك ان الكتب متذاكر فيها، والكتاب انضف من اي حاجه في حياتك بامانه. بس الكتب هنا باين عليها متذاكر فيها يعني جامد. ابويا يا عم الكتاب يا اسطى اللي في النص ده نضيف ليه يا اسطى؟ ما ذاكرتش فيه ليه يا اسطى؟ عامه الراجل محترم وش جاب مجموع، مش مديني اي تلميح في اي حاجه. فانا هقول انه جاب 95 عشان الكتب باين عليها متذاكر فيها. كام يعني؟ 257 93. لا يا اسطى كان في 2% زياده كنت تعرف تجيبها. معلش اصل الكتب متبين عليها ان الولاد تعبان الصراحه فاهم. الكتب بيبان عليها. جنى، تعالى يا جنى. مش مكتب قوي بس كان محتواه يعني فل. قلت لك قبل كده التصوير ده تصوير حد جاب مجموع، حد فرحان انه خلص المنهج، غير الراجل المحترم اللي كان حاطط الكتاب في شوال من شويه. ده توقعت انه مش هيجيب مجموع بس جاب مجموع. سبحان الله. مفروض يا اسطى باللي انت عملته ده كنت تحترم الكتب، بس للاسف هو باين على ان الكاميرا وحشه او انا كواليتي التابلت اللي وحشه، يعني حاجه من الاثنين. مش مكتب قوي بس كان محتواه. استنى كده. معلقه لي ورقه على الحيطه. انا قلت ما حدش يعلق ورقه على الحيطه. ماشي المهم هنقول عليكي جبتي مجموع بس مش هنعليه قوي عشان الورق اللي على الحيطه ده بيقلل الريت. نقول 93%. 95.2. طب بيشيل الورقه اللي على الحيطه. اللي بعده كنت بذاكر على التسريحه، ما عندهاش مكتب للاسف. دواء، آلة حاسبة،
ده كيمياء، فاكيد آلة حاسبة مش علم رياضة. ابونا خالد صقر، حبيب قلبي، منور 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 والله. ايه ده؟ دي قصة الانجليزي دي ولا ايه؟ ده ريموت تكييف، ده ريموت التكييف. تمام. كوباية الشاي الجميلة والأقلام. مش عارف الصراحة، كنت بذاكر على التسريح. الحوار ده مش حاسس. اللاب نضيف، ما مش لاب عشوائي. يا جدعان انا حاسس بحاجة مريبة، فممكن اقلل الريت مثلا اخليه 85% او حاجة زي كده. 76%. ما تذاكريش على التسريحة تاني. ايه ان جي عبد الرحمن احمد، تعالى يا محترم. ايه ان جي يبقى علم رياضة؟ ايه يا اسطى علم رياضة؟ فاهم، هو علم رياضة. منظم الكتب اوفر قوي الصراحة. دي كتب رياضة، يبقى الراجل المحترم اللي كنا شاكين فيه من شوية ده علم رياضة. ده كتاب الفيزياء والازرق الفاتح شوية والازرق الغامق ده رياضة. ايه يا ملك التنظيم الاوفر ده يا ملك؟ ماشي بس هقول عليك مهندس يا عم. هديك يا عم ريت 92% لزوم التنظيم مع اني شاكك في الحوار ده. 99.6%. انت يا اسطى رنيت على الوزير ولا ايه؟ هل دي كانت حياتك؟ الصورة دي ماشي. الكتب باين عليها ان هي متهربدة سنة، الكتب اللي على اليمين دي. روب تخرج، اكيد جابت مجموع، طالما في روب يعني يبقى راحت الحفلة. وورد اكيد طبعا مباركة للنتيجة اللي هي كابتها، فهي وش جابت مجموع برضو. مفيش اي حاجة تانية يتعلق عليها غير الورد، فهي اكيد وش جابت مجموع كويس. فهنقول 96 او 95، بس ممكن اعلى برضو عشان الورد ده فاهم، فحاسس ان في حاجة نظيفة. 98 و13. ماشي. ألف مبروك، ألف مبروك يا اخويا من بعدك موجوع والدنيا حق رحمة. ورق ملخصات مذكرات، يتم المذاكرة من الورق الخارجي. تمام. هي طالما بتذاكر من ورق خارجي فهتلاقي الكتب أنضف سنة. الناس اللي بتذاكر من الكتب بتلاقي الكتب متهربدة قوي. كثير من الورق ماي ده اسمها صباح الفل. مش مرتبة الأقلام للأسف. حاسس كمحترم جبتي مجموع، بس ايه عالي بس مش عالي، اللي هو فاهم حاجه في نفس الرينج. اللي هو انا بكره الرينج ده قوي يا جدعان. اللي هو عارف لما تخش في رينج اللي هو كليات طب ضاعت عليك، والكليات اللي تحت انت اعلى منها بس كليات طب ضاعت عليك. انا بكره المجموع ده قوي بامانه. المجموع ده بشفق على اللي بيجيبه. انا اسف لا لو جرحت مشاعر حد، انا اسف يا جدعان. فهقول ان هي جابت مثلا 92 حاجه في الرينج ده. 91. بجد انا بكره المجموع ده قوي. بحط الكتب على الكرسي. المذاكره كنت بقعد في اي حته الا المكاتب، ما بحبهاش. ولا انا الصراحه انا بحب احيانا بذاكر على الارض. بحس فاهم ان انا افرش الكتب عشان اعرف اربط ده بده. بحس ان انا متمكن من الكتب اكتر. الكتب اللي في النص دي باين عليها متذاكر فيها، متهربده وورق وزي الفل. الكتب دي نضيفه ليه؟ الكتب دي اللي تحت دي نضيفه ليه؟ ماشي. بليف دريم بليف لاف. شنطه متهربده، اكيد دي شنطه الدروس طالع عينها يعني. اجنته، كرتونة سماعة تقريبا، الكثير من الاجنتات. هي علم رياضة دي ولا ايه؟ ده كتاب الرياضة. ماشي. هقول انها جابت مجموع عشان الكتب اللي متاكله في النص، بس مش هقول مجموع عالي عشان الكتب النضيفة اللي تحت. فانا هقول يا جدعان انها جابت 93. تمام. هي بنت صح؟ تمام. 97. اللي بعده جاح. حبيب قلبي يا محترم. انا عارف الراجل المحترم ده، الراجل ده بيعلق لي على فيديوهات اليوتيوب كتير. فوش يا اسطى انت جبت مجموع وانا مغمض. انت جبت مجموع. استنى كده نشوف الصوره. ايه يا مالك ده؟ انت كنت بتذاكر يكتشف الغامض والمثير الساعه 2:30 بالليل. ايه النور ده ابوي؟ ده النور اللي بيتعلق فوق الكمبيوتر للاضاءه وسماعات. انت يا اسطى كنت متابعني وبتكتب لي تعليقات كتير. انت جبت مجموع. وبقول لك هزودك 95%. يلا بقى 95.5%. يلا يا جدعان اعملوا لي اللي بعده. ابعت صورة النتيجة فويس اوفر للمصطاقية. استنى، هي بعت صور. هي ايه الكتب دي كلها؟ هي الكتب باين عليها نظيفة. يعملوا كام في المية اليومين دول؟ دمها خفيف. تمام. طب ايه فين النتيجة؟ طيب اجيبها منين؟ حاسس برضو انها تجيب مجموع 95% في السريع منه. خش في السريع منه. مكتب نظيف. خش
ايه ده؟ هي بعتلي ليه؟ دي قولة جمهورية دي ولا رنت على الوزير ولا ايه؟ 99 و38 الف مبروك. اخويا من بعدك موجوع. نكمل شويه كمان يا جدعان، الفيديو هيطول بس نكمل شويه. زياد وجيه تعالى يا ابويا. تنظيم محترم علم فلسطين في السريع منه، حاسه جايب مجموع كده يعني. لابتوب زياد وجيه ده من اوائل الاونلاين. ابويا انت محمد صلاح مكرمك؟ ابويا يا عم الف مبروك، انت جبت مجموع من غير ما اشوف. ودي كمان عشان تساعدك ابويا وربنا ابويا. كده هنقول 94 95 93 59 الف حبيب قلبي يا عم، حبيب قلبي، حبايبي يا جدعان، انتوا ثروه قوميه على الانستا وربنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اللقطه دي بتتصور في يوم تاني عشان التليفون فصل شحن امبارح. الساعه دلوقتي 12 وتلت، فاهم؟ الساعه 12 وتلت بالليل برضو، انا كده كائن ليلي. فيا ريت يا اسطى ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفولو الانستا عشان هنعمل جزء تاني ان شاء الله. وقول لي ممكن نعمل ايه مع الرجاله اللي كلها جايبين فوق التسعينات دي. حبايبي رجاله، بس انا معيش هديه اقدمها لاي حد يعني، انا هفلس لو وزعت على الرجاله دي كلها. فاحلى مسا عليكم، ما تنساش اللايك والاشتراك، فولو الانستا. السلام عليكم.